بسم الله. ماما، ايه يا حبيبي؟ عايز استاذن حضرتك في حاجه. فاضل حبيبي. انا ادي الطقم دي لوليه صاحبي. طب مين اللي تديه الوليد؟ وليد مين؟ وليد جرن ابوه متوفيين، محدش قاعد مع عمه ومحدش بيجيب له لبس وكده، فعيل باسم بيدوله الهدوم بتاعه وبيعايره. يعني باسم صاحبك بيعاير وليد باللبس اللي هو بيديهوله، فعشان كده انت عايز تديله الطقم الجديد بتاعك؟ ايوه. طب بس الطقم الجديد ده يا يوسف هتحضر بيه فرح عمك بكره. طب احضر باي طقم من عندي تاني قديم. بس الطقم ده انت كان نفسك فيه، وبعدين بابا مش معاه فلوس ان هو يجيب لك اطقم تانية، انت عارف ظروف بابا. عادي مش مهم، لما يبقى الشهر الجاي ابقى اجيبه. والله يا ابني انا مش عارفه اقول لك ايه. اولا انت ما بتعملش حاجه غلط، وجبر الخواطر على الله. كفايه ان انت تجبر بخاطر عيل يتيم، وان انت كان نفسك في الطقم ده، وفرح عمك بكره وبابا بالعافيه عم جاب الطقم ده واستلف فلوس عشان يجيبهولك، وانت علشان صعب عليك هتديله الطقم بتاعك، وهتحضر بطقم قديم فرح عمك. فيا ابني والله كتر خيرك، وربنا يديك الصحة وكله في ميزان حسناتك يا حبيب قلبي. أنا ربيت صح، وكتر خيرك يا حبيبي، كتر خيرك. ربنا يبارك لك يا ابني، ويرضيك ويرضى عنك ويسترها معاك يا حبيبي. انت كده شاطر يا يوسف، انت كده بتتصرف صح. حاضر. ماشي، بس روح اديهوله بقى وما تتأخرش عشان نتغدى زمان بابا جاي. حاضر. ماشي. ماشي. والله أنا ربيت صح، جدع يا يوسف. ربنا يسترها معاك يا ابني ويرضيك. ايه يا حبيبتي؟ ايه يابا، ايه الحمد هو لله على ايه؟ السلامة. الله يسلمك. كنت بعت ايش بجيب لك حاجه من تحت ولا ايه؟ لا مش بعتها، يجيب لي طلب. امال هو نازل تحت يعمل ايه؟ بص يا سيدي، هو بصراحة واخد الطقم اللي انت جايبه له جديد عشان فرح عمه اللي هو امم بكرة ان شاء الله، فهيديه لصاحبه. صاحبه؟ مش فاهم. وليد اللي على اول الشارع يا عبد الله، ابوه وامه متوفيين، فعلشان في عيال بتعايره باللبس اللي بيديهوله والكلام ده كله، فهو صعب على يوسف بصراحة، ويوسف قال لي انا هاخد الطقم اللي بابا جايبهولي امم وهروح اديهوله. يعني هو هيحضر فرح عمه بايه؟ هو قال لي انا هحضر بطقم قديم من عندي. ماشي يا ستي. ابنك بيعمل الصح، انا لو شايفاه بيعمل حاجه غلط انا هعارضه طبعا، بس انا ما قدرتش اتكلم لما هو قال لي انا عايزه اديهوله يا ماما. لا دي مش غلط يا حبيبتي، ده ربنا يبارك لنا فيه، ده يا هو رب. عمل الصح. تربيتنا كويسه الحمد لله. تربيتك انت اللي مربياه. انت عارف انا طول النهار في الشغل وقاعد الله معاك يبارك انتي. لنا فيك وفيه، ويجعله يا رب من الذريه الصالحه باذن الله، خلاص يا ستي لما. ويجعله حنين كده. يا رب. خلاص لما يرجع هحاول انزل اجيب لنا طقم تاني. طب ما انت الطقم ده انت سالف فلوسه يا عبد، هتجيب له منين؟ ما بس ينفعش. عشان بس ما يزعلش، هو عمل خير فانا هحاول ايه اراضي برضه. الله يبارك لك. ماشي. ماشي يا هنطلع انا حبيبي. بقى على ما هو ايه يطلع لك من تحت. طيب انا خلاص شويه كده وهقلي الفراخ الفيجيتار محضراه، هقليه وخلاص ماشي هحط يا الاكل. حبيبتي، ربنا يعينك. ماشي ماشي حبيبي.